السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله غنبداو في التحضيرات ديال شهر رمضان الكريم. فاول حاجه غنبدا نحتفظ بها هي الفريز ان شاء الله، لان هذا الوقت ديال الفريز كيف ما كنقولوا. كيصادف هذا الوقيته زعما الوقت اللي كيكون متوفر فيه الفريز وبكثره، كتكون الاثمنه ديالو مناسبه، فحاولوا البنات تستغلوا هذا الوقت هذا. خذوا زعما كميه لا باس بها ولا كميه كثيره على حسب الاستهلاك ديال كل واحد، واش كيبغي الفريز بزاف ولا لا. انا من العشاق ديال الفريز صراحه، كناخذ واحد الكميه اللي هي كبيره. غنوريكم الطريقه كيفاش غنحتفظ بالفريز باش نحضر به ان شاء الله العصائر في شهر رمضان، ولا حتى لي ديسير. هذوك التحليات اللي كيكونوا طبقات غنوريكم ان شاء الله، غنتقاسم معكم جميع الوصفات اللي غنحضرهم بهذه الفراوله ان شاء الله. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غدا نوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ على جوج ديال الانواع، الطريقه ديال الاحتفاظ بالسكر وبواحد النوع معين ديال السكر، وغنحضر لكم حتى الكونسونطري او المركز ديال الفراوله اللي كيجي عملي في الاستعمال ديالو، ما كيعذبكمش، لان كاين العديد ديال الناس فاش كيكونجليو الفريز فاش كيبغيو ياخذوا واحد الكميه اللي هي قليله كيلقاو بلي الفريز بحال كيلصق على بعضياته. ان شاء الله غنعالجوا هذه القضيه هذه في هذا الفيديو هذا. هنا اول حاجه البنات غادا ناخذ هذا الفريز هذا غنغسلو. واحد المعلومه، الفريز ملي تكونوا غتغسلوه ما تحيدوش ليه هاد الورقه ديالو هذه. حاولوا تخليوه بهاد الورقه، لان فاش كتحيدوها ليه وكديروه في الماء، لانني انا غنديرو يتنقع في الماء لمده نص ساعه تقريبا حتى يطيح منه هذيك الرمله كامله. غنشلو جوج مرات ولا ثلاثه حتى البنات تبقاو تهزوا الفريز ما تلقاوش الرمله لتحت في القاع ديال البانيو ولا داكشي. حيت الفريز راكم عارفين باللي كيكون زعما كيتحط غير في الرمله، كيكون كينوض في البلاصه اللي هي مرمله وكيكون هاز الرمله بزاف. المهم هاد المعلومه بغيت نشاركها حتى هي معكم، ما تحيدوش ليه هاد الورقه هذه حتى تساليو من الغساله ديالو، لان فاش كتحيدوا ليه هذه كيشرب الماء وكيجيكم الفريز باسل. غندوز دابا باش نغسل هاد الكميه هذه ديال الفريز، ونرجع معكم باش نوريكم التتمه ديال كيفاش غنحضر هاد الفريز هذا، العقده ديالو، الكونسونطري، وحتى الطريقه الاخرى اللي كنحضر بها العصائر. هنا البنات من بعد ما غسلت الفريز مزيان كيف ما قلت لكم خليته بهاد الورقه هذه اللي كتشوفوا باش ما يشربش ليا الماء وما يجيش الفريز باسل. هاد الفريز هذا غنحتفظ به كيف ما قلت لكم على بجوج ديال الطرق. كتاخذوا الفريزه اللي بانت لكم قابطه راسها مزيان ما مضروبه ما والو، حيت راكم عارفين الفريز سونسيبل بزاف، راه غير كديروه في الماء كيبدا يبان لكم رطب ولا شي حاجه من شي بلايص. اللي شفتوها قابطه راسها مزيان بحال هذه غنحتفظ بها صحيحه. غنخليها هنا في هذا البلاطو. عندي هنا بلاطو درت فيه واحد الزيت ابيض يكون نقي باش غنشف هذا الفريز هذا. غنشفو كتبقاو تاخذوا بحال هكا بالحبه. هذه كتبان شويه رطبه من هنا، هذه غنقطعها. هادو هما اللي غنحضر بهم الكونسونطري، لان الكونسونطري ديال الفريز كيطيب، فماشي مشكل الا درنا هاد الحبات هادو اللي كيكونوا شويه، هاد الحبات هادو اللي كيكونوا شويه بحال هكا بداو فات فيهم الطياب ولا كيوليو رطبين بحال هكا. هذه كتبان ليا دابا مزيانه، غادي نخليها غنحطها هنايا في البلاطو باش تنشف. نفس الشيء غنكمل العمليه على هذا الشكل هذا اللي بانت ليا شويه رطبه، غادا نديرها هنا. والحبه اللي كتبان ليا مزيانه ندور حبه بحال هكا اللي كتبان ليا مزيانه كنحيد ليها هذه الورقه هذه وغنحتفظ بها هنا في البلاطو. غنكمل هنايا التقطاع بنفس الطريقه، وغنعاود نرجع معكم باش نوريكم كيفاش غنحتفظ بهذا، كيفاش غنحضر هذا الكونسونطري ديال الفريز، وكيفاش غنحضر هذا النوع هذا ديال الفريز حتى هو اللي كنحتاجو في العصائر ولا في لي سالاد فروي. فخليكم معايا. هنا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما قطعت هنا قسمت الفريز ديالي على جوج، قطعت هنايا الفريز قطع صغيره. وعندي هذا الفريز هذا اللي وضعته في هذا البلاطو على هذا المنديل هذا الابيض، اللي غنخلي هذا الفريز حتى ينشف تماما من الماء. واحد غادا نقلبو كيف ما شفتوا، غنقلبو على الجهه الاخرى باش ينشف ليا تماما من الماء. هذا هو اللي غندير معاه السكر وغنحتفظ به
بحال هكا، زعما هكا حبات صحاحين. بالنسبه لهذا اللي قطعته هذا هو اللي غنصوب به المركز اللي غنحضر لكم به ان شاء الله بزاف ديال العصائر، بزاف ديال الانواع ديال العصائر. هذا غنحضر به الكونسونطري. عندي هنا تقريبا كيلو ونص ديال الفراز، غندير عليها كاس ونص ديال السكر بالعبار ديال كاس العنبه. غنزيد هنا نص كاس. غنحاول نحركو شويه. غنخلي هذا الفريز هذا تقريبا لمده ساعه او ساعتين. من الاحسن كل ما خليته زعما بقى المده طويله كل ما مزيان، حتى غادي يطلق لي هذاك الفريز، حتى غيطلق لي السيرو ديالو مزيان. وديك الساعه غنوريكم الطريقه اللي غنطيب بها هذا الفريز ونحضر بها الكونسونطري. بالنسبه لهذا حتى هو غنخليه ينشف. غنقلب دابا هاد الحبات غنقلبهم على الجهه الاخرى باش ينشفوا. درت انا هنايا هاد المنديل باش يمتص لي هذاك الماء اللي بقى هازو الفريز. نحاول نقلب الحبات كاملين على الجهه الاخرى. على هذا الشكل هذا. غنخلي دابا حتى يذوب ليا هنا السكر مزيان ويطلق ليا هذاك السيرو. وبالنسبه لهذا غينشف وندوز نوريكم الطريقه باش غندير مع هذا السكر ونحتفظ به. وهذا ان شاء الله غدا نطيبو ونحضر به واحد الكونسونطري اللي كيجي زوين بزاف ديال الفريز. هنا البنات بعد ما نشفت الفريز مزيان ومسحته بهذا السيف هذا ومسحته مزيان حتى نشف، غنوريكم دابا الطريقه اللي كندير بها السكر. حاولوا البنات تستعملوا هنا سنيده الغليظه ماشي سنيده رقيقه. انا عندي هنا سنيده اللي الحبات ديالها تكون غليظه. انا كناخذ هذه ديال العبار ملي كنبغي نحضر هذا الفريز هذا كناخذ سنيده ديال العبار، حيت ديال الباكيه كتكون رقيقه. انا كناخذ ديال العبار هي اللي كيكون الحبات ديالها غلاظ، هي اللي غتساعدكم باش هذا الفريز هذا الحبات ديالو ما يتلاصقوش مع بعضياتهم، لان سنيده رقيقه بالزربه كتذوب. المهم بهذه الطريقه هذه. عندي هنا كاس ديال العنبه ديال السكر. تقريبا العصائر هادو ديال الفريز انا فاش كنحضرهم ما كنديرش ليهم السكر، لان ديجا كيف ما شفتوا عندي كنحتفظ بالفريز في نفس الوقت مع السكر ديالو. فداك الساعه غير كتذوقي الا جاكم ناقص واحد شويه. انا كنكتفي به بحال هكا ما كنزيدش ليه السكر صراحه. ما عزيزش عليا العصائر حلوين بزاف. فاش كتكون الحاجه حلوه بزاف بحال ما كديش ليها المذاق ديال الحاجه، ما كيبقاش كيولي غير الحلاوه وصافي. حاولوا غير بحال هكا تحركوهم باش يدخل السكر بيناتهم باش ما يتلاصقوش الحبات ديالهم ديال الفريز هذا. المهم دابا غادا ندير هذا البلاطو بحال هكا. غنحاول غير نقلب هاد الحبات هادو ديال الفريز من الجهه اللي مازال ما لاصقش فيها السكر حتى تفند ليا في السكر بحال هكا كلها، مازال من هاد الجهه بهاد الطريقه هذه. وغنوضعو في الكونجيلاتور لمده ليله كامله تقريبا. انا غنخليه ليله كامله حتى جا دابا راه الليل. الصباح ان شاء الله غادا نوريكم الطريقه كيفاش غنحتفظ به في العلب، في هادو البلاستيك الغذائي ولا في علب. ان شاء الله غنوريكم الطريقه كيفاش غنحتفظ به. وبالنسبه لهذا بالنسبه لهذا اللي غنحضر به الكونسونطري راه ديجا بدا كيطلق هذاك السيرو ديالو.
حتى هو غنوريكم الطريقه كيفاش غنحطوه دابا ان شاء الله. ناخذ هنا كوكوط، غندير فيها هذا الفريز هذا اللي درت ليه السكر، راه ديجا طلق هذاك السيرو ديالو. الشو باقي، المهم عندي هنا السكر باقي ما دابش، زعما باقي شويه ديال السكر ضروري، لان هذيك الكونتيتي ديال الفراز فاش كتشبع كتشرب السكر واحد باش كتكون الكميه قليله كتشبع بالسكر صافي ما كتبقاش كتمتص. غنضيف ليها دابا شويه ديال الماء هنا، عندي هنا ماء عادي باش ما يتحرقش ليا هذا الكونسونطري. غنضيف ليها هنا كاس ديال الماء كما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طلق ليا هنا السيرو ديالو مزيان، ضفت ليه كاس ونص ديال الماء، كاس ونص بالعبار ديال كاس العنبه. انا عندي هذا الكاس هذا كيقدو قد الكاس ديال العنبه في العبار. كاس ونص ديال الماء. ضفت لهذا الفريز هذا من بعد ما طلق لينا هذا السيرو ديالو كيف ما كتلاحظوا. غنديرو دابا يطيب فوق العافيه لمده 20 دقيقه. ما غاديش نسد الكوكوط، غادي نخليها غير بحال هكا. يمكن لكم طيبوه حتى في شي طنجره ولا ماشي ضروري الكوكوط، انا غير حتى غنخليها محلوله طلع فيها هذيك الغليه يدير هذيك الرغوه من الفوق لمده 20 دقيقه. غنطفي عليه ونعاود نرجع معكم باش نكمل معكم التحضير ديال هذا الفريز هذا. هنا من بعد ما طاب الفريز كيف ما كتشوفوا خليته حتى برد مزيان. شو اللون ديالو كيفاش كيوليو هاد الماء ديالو كيولي حتى هو معسل، كيولي اللون ديالو زوين. غنديرو دابا في واحد ناخذ هنايا الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غنعمر فيه هاد الفريز. يمكن لكم تطحنوه حتى بالميكسور ملي يكون مازال سخون، يمكن لكم غير يطيب تطحنوه بالميكسور. انا هنا غنطحن في الخلاط الكهربائي. غنخليه هنا تقريبا باقي عندي واحد شويه، ما غاديش يقد ليا كله هنا. غنطحن هذا وغنوريكم الشكل ديالو كيفاش كيجي، ونعاود نرجع باش نطحن الكميه الاخرى حتى هي. كيجي على هذا الشكل هذا من بعد ما طحنته. غناخذ هنايا واحد البول غنخليه فيها، غناخذ هذه الكميه اللي بقات حتى هي غنخويها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. غنطحنها، غنوريكم كيفاش الطريقه اللي كنعبئ بها وكنحتفظ بها هذا الكونسونطري ديال الفريز. هنا البنات من بعد ما طحنت هذه الكميه الثانيه حتى هي غنعاود نردو هنايا لهاد الطنجره ولا الكوكوط. المهم ما غاديش نسد الكوكوط. هنا غنعاود نردو فوق البوطه يغلى غير واحد شويه، غيغمق اللون ديالو باش يعطينا لون زوين للعصائر ديالنا. هذه هي الطريقه اللي كنحضر بها الكونسونطري ديال الفريز. هانتوما غتشوفوا اللون ديالو غيولي فونسي. هذا هو اللون ديال الكونسونطري ديال الفريز اللي حصلت عليه من بعد ما رديتوه فوق البوطه لمده واحد 6 دقائق. خليته حتى طبخ مزيان، كتحيد منه هذيك الرغوه البيضاء الفوقانيه اللي كتكون، وكنحصلوا على كونسونطري في هذا اللون هذا. كيجي صراحه اللون ديالو زوين، كيعطي لون للعصائر وكيعطي حتى مذاق رائع. غندوز دابا باش نوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ كيفاش كنحتفظ بهذا الكونسونطري ديال الفريز وبالفريز اللي درتوه حتى هو اللي كون مع السكر. غنوريكم دابا الطريقه كيفاش كنحتفظ بهذا.
غناخذ هنا عندي علب بلاستيكيه غنبدا كنعمر فيها هاد الكونسونطري ديال الفريز. انا هنا غندير جوج ديال العلب كبيره، ندير فيهم واحد الكميه اللي كثيره على حساب الا كانوا عندي الضياف ولا شي حاجه، وغندير واحد جوج ديال العلب صغار الا ما كانوش زعما العدد ديال الاشخاص كثار. كيف ما شفتوا هنا درت هذا العدد هذا غنصوب به 2 لتر ديال الفريز ديال العصير ديال الفراوله 2 لتر. عندي هنا تقريبا العبار ديال 2 كيسان ديال العنبه. هنا كذلك نفس الشيء غندير. هذا هو اللون ديال الكونسونطري ديال الفريز اللي حصلت عليه. كيجي الصراحه اللوين ديالو رائع. غنحتفظ دابا بهذا الكونسونطري، غنحتفظ به في المجمد. ما كيجمدش 100%، ما كيجمدش، فبسهوله يمكن لكم بحال دابا انا هنا درت مثلا هذه الكميه اللي شويه صغيره، درت هذه الكميه اللي شويه قليله. يمكن الا مثلا ما جاوني الناس ولا شي حاجه ما كانتش غتكفيني هذه الكميه، فيمكن بكل سهوله نزيد ناخذ من هذا، ولا يمكن لك بكل سهوله تاخذ منه. ما كيجمدش 100% هذا الكونسونطري ديال الفريز. وهذه هذا هو الشكل ديال الكونسونطري ديال الفريز اللي كنحصل عليه. لاحظوا معايا اللون ديالو شحال زوين صراحه، كيجي رائع اللوين ديالو. غنحتفظ به دابا في المجمد. غنحضر معكم هنا بهذا الكونسونطري ديال الفريز واحد العصير اللي كيجي الصراحه منعش. غنحتاج هنا العصير ديال 2 ديال الحامضات سيترون على هذا الشكل هذا اللي شديتهم وعصرتهم. هنا عندي غير العصير ديالهم. غنحتاج ليه لتر ديال الماء وكاس ديال هذا الكونسونطري ديال الفريز، السكر على حسب الذوق. هذا العصير صراحه كيجي رائع جدا. غنديرو هنايا في الخلاط الكهربائي. غنضيف عليه المركز ديال السيترون، وغندير السكر على حسب الذوق. هذا العصير صراحه كيجي منعش، خصوصا في هذه الايام هذه دابا ديال الحراره، بدا كيسخن دابا الحال. جربوه كيجي الصراحه رائع. انا بغيت غير نبارطاجيه معكم حيت ديجا انا فيما كنحضر هذا الكونسونطري كندير هذا العصير، لان ديما كيجي الفريز مع السيترون في نفس الوقت، وهاد جوج ديال الحوايج كيتواتاو بواحد الشكل زوين بزاف. واحد العصير واحد اخر حتى هو كنت بارطاجيته معكم ديجا ديال الليمون والبنان، حتى هما كيجيو في نفس الوقت سبحان الله. وهذا العصير ديالهم بجوج كيجي حتى هما خطير بزاف. غنطحن دابا هذا العصير نوريكم الشكل النهائي ديالو، نوريكم حتى الطريقه ديال الاحتفاظ بالفريز. هذا هو الشكل النهائي ديال الفريز. هذا الفريز اللي جبدته معكم بالسكر سنيده. كيف ما شفتوا كيجمد وكتبقى الحبات ديالو، هذا راه جامد، كيجمد وكتبقى الحبات ديالو كتهزو شحال ما بغيتو بكل سهوله. بكل سهوله كتهزو الحبات. هذا الشيء غنجمعوه غنأمباليه في واحد الميكات وغنحتفظ به
في الكونجيلاتور في الوقت اللي غنبغي نحضر العصير ولا شي حاجه ولا لي صالاد فروي. حتى في لي صالاد فروي البنات راه كيبقى زوين، ولا في الديكوراسيون ديال الكيكات الوقت اللي ما يبقاش الفريز كاين متوفر طري ولا تكوني محتاجه هذاك الساعه كتاخديها هي جامده كتحاولي تقطعيها وديكوري بها ماشي حتى تذوب، لان فاش كديكونجلا صافي ما كيبقاش الشكل ديالها زوين كتطلق الماء بكل سهوله. البنات كتاخذوا شحال ما بغيتو الكميه اللي بغيتوها كتستعملوها. وهذا هو العصير اللي حضرت لكم بالفريز والسيترون، كيجي الشكل ديالو حتى هو زوين وكيجي الصراحه المذاق ديالو رائع. جربوها البنات كيجي الصراحه زوين بزاف. فاش كنضيفوا عليه السيترون كيعطينا هذا اللوين هذا اللي كيجي اللون ديالو زوين بزاف البنات. جربوني وحتى المذاق ديالو كيجي غزال. وهذا هو الكونسونطري ديال الفريز اللي حضرت معكم واللي غتحتاجوه ان شاء الله في جميع الوصفات في جميع العصائر. كاين بزاف ديال العصائر اللي غنقدم لكم ان شاء الله من هنا لقدام، غنقدمهم لكم بزاف ديال الوصفات ديال العصائر غنحتاج فيهم هذا الكونسونطري هذا ديال الفريز. كتحتفظوا به بهذا الكميه، كتحتفظوا به على هذا الشكل هذا. فاش غديروه في الكونجيلاتور ما غاديش يجمد 100%، راه غيبقى واحد شويه بحال المركز ديال السيترون، ما غاديش يجمد 100%. فبكل سهوله كتاخذوا منه شحال ما بغيتو وكتستعملوه في الوصفات ديالكم. هادشي اللي كاين. تهلاو ليا فراسكم الى وصفات مقبله ان شاء الله.